شلون احفظ سورة النساء؟ بعد هذا الفيديو حتكون سورة النساء هي من اسهل السور عليك حفظا في القرآن الكريم، فتابع الفيديو وياي. في فيديو سابق تحدثنا شلون نحفظ سورة البقرة وشلون نحفظ سورة آل عمران. إن شاء الله بهذا الفيديو حنتناول شلون نحفظ سورة النساء في غضون 10 أيام. أعتذر طبعا عن الانقطاع الصار بمثل هيج فيديوهات، صار اكو تغيير بالنص، غيرنا الفيديوهات القصيرة، بس خلاص حنرجع إن شاء الله للفيديوهات الهادفة. سورة النساء طبعا هي السورة رقم 4 في القرآن الكريم بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران، وعدد آياتها 176 آية، وهي سورة مدنية وتتكون طبعا من 29 صفحة ونص على حسب مصحف المدينة. طبعا هي من السور العظيمة في القرآن الكريم وتتحدث في جوانب كثيرة من جوانبها عن أحكام المواريث. وحتى ما أطول عليكم خلينا ندخل للزبدة، ومثل ما متعودين احنا بكل سورة نجهز جدول خاص لحفظ هاي السورة. بس قبل لا نروح للجدول يا شباب عندي فد ملاحظة بسيطة. هواية ناس تعلق وتكتب انت ليش تريد الناس تحفظ القرآن بسرعة وليش ب10 أيام، خليها على راحتها. اقول لك يا صديقي، اول شيء النفس اذا تكون المدة طويلة حتكسل وما حتحفظ زين. والنقطة اللي وراها يا صديقي أنا أعيد وأكرر دائما بكل فيديو إنه الحفظ هو الخطوة الأولى، بس أكو كوما خطوات ورا الحفظ، أكو التفسير ورا، التدبر، التأمل، يعني الخطوات كثيرة. وأنت إذا قدرت تجيب كل هاي الخطوات سوية يعني أنت تحفظ وبنفس الوقت تقرأ التفسير وبنفس الوقت تتأمل وتتدبر، هذا ممتاز. بالعكس احنا هذا اللي نريد نوصل له، نريد نفهم القرآن بكل جوانبه، لأنه حافظ القرآن بدون فهم ما يعتبر حافظ. فأنت تشوف هل هذا الجدول مناسب إلك. لو ما تقدر تحفظ هاي السورة في غضون 10 أيام، إذا شفت نفسك ما تقدر، تواصل وياي على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أرد على جميع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وحتلقاني موجود وحاضر إني أسوي لك جدول اللي يتلائم مع وقتك وسرعة حفظك. فيلا بينا نروح نشوف الجدول. إذا جينا يا شباب للجدول، هذا هو جدول حفظ سورة النساء خلال 10 أيام. عندنا هاي ال10 أيام وعندنا الكم اللي حنحفظه يوميا هو عبارة عن 3 صفحات، لأنه احنا قلنا سورة النساء هي 29 صفحة ونص، فحتكون 3 صفحات واخر يوم صفحتين ونص. وقسمت الجدول طبعا حفظ بعد الفجر، بعد الظهر، بعد المغرب. طبعا يا شباب هنا بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب هذا شيء يرجع لك انت. اكو ناس تشوف القعده بعد الفجر صعبه، ما تقدر تقعد وتحفظ، مع انه هو يا صديقي اقول لك بعد الفجر هو افضل وقت انك ممكن تحفظ به، حتى ممكن تحفظ به 3 صفحات سويه بكل سهوله. فهذا الشيء يرجع لك، اذا شفت مو مناسب وياك غير، اسوي مثلا بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب. انت لك الحريه في تغيير الجدول على حسب وقتك. فهنا عندنا اليوم الاول بعد الفجر حتحفظ الصفحه الاولى، بعد الظهر الصفحه الثانيه، بعد المغرب الصفحه الثالثه، وهكذا كل الايام، الرابعه، الخامسه، السادسه، الى ان تجي اخر يوم الصفحه 28، الصفحه 29 ونصف الصفحة المتبقية. وبهيج بعد 10 أيام تكون أنت خلصت سورة النساء. فهذا هو أتوقع جدول بسيط، أنا حرفق لكم إياه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، نزلوا وعدلوا عليه مثل ما تريدون. وطبعا يا شباب قبل لا تبدأ تحفظ أي شيء من القرآن خلي نيتك خالصة لله عز وجل، لأنه رب العالمين من يشوفك أنت مقبل إلى بقلب خالص صدقني حيساعدك هذا على الحفظ بشكل كبير، لأنه رب العالمين يريدك تجيله. فمن يشوفك أنت جاي له صدقني يعينك. طبعا اكو هوايه ناس تسال شنو افضل كتاب تفسير ممكن انا اقرا منه. طبعا الكتب كثيره، بس انا مثلا شخصيا استخدم كتابين، الاول اسمه الموسوعه الاسلاميه والثاني اسمه زبده التفاسير. فانت ممكن تشوفهم حتى اذا تريد تنزلهم الكترونيا موجودين بنسخه الPDF. وايضا لا تقول انه 3 صفحات هي هوايه، ترى انت تريد تحفظ، انت تريد تتقرب من رب العالمين. صدقني 3 صفحات مو شيء، ياما وياما احنا حفظنا بالمدارس. فاذا تتوكل على رب العالمين رب العالمين عينك بكل تأكيد. وبس حتى ما اطول عليكم، هذا كان ويانا الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستفاديتوا منه. اي واحد عنده استفسار بهذا الخصوص خليه يتواصل وياي بالتعليقات واسعد بالرد عليه بالتعليقات. واذا اي واحد عنده افكار ثانيه تطوير القناه او افكار الفيديوهات قادمه هم خليه يكتب لي بالتعليقات. واذا وصلت صديقي لهاي الدقيقه وعجبك الفيديو انزل بسرعه واشترك بالقناه وخلي اعجاب وتعليق، لانه هذا الشيء يحفزني انه استمر بالقناه وانزل فيديوهات ثانيه. ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد ومقطع جديد. سلام عليكم.